امم باشا، مش عاجبني اللي انت كاتبه ده. ماله بس؟ انا بنتج بفلوس عشان الم تذاكر واكسب. عايز حاجات تافهه، حاجات تافهه قوي. ما انا لسه عامل الكوميديا المره اللي فاتت. حلو، والناس انبسطت. وبعدين بقى احنا مالنا ومال الدنمارك؟ احنا هنا في انجلترا. ما هو يا استاذ انا بقول لك وهو دلوقتي ودعني لو ما حصلش انت كتاباتك مش هتعمر. وبتعالى تف على امري. هو في كاتب اسمه ويليام شكسبير؟ ها؟ هو ايه اللي على وزن قارة؟ خيرة سارة. يا عبيط، الناس ما بيهمهاش حاجة غير المظاهر. عشان انا مش محرموش. انا عجبان، انا مش قاعد وهاكلكوا في نوعين. وصلت القمر؟ تقريبا كده. تقريبا كده. هو في كاتب اسمه ويليام شكسبير؟ ها؟ عايز اعمل جديد. بابا مع كتبي على السفره. تيجي. انت مش مرتبط اصلا. كده متابع على الصليب. انا ايه اللي مقعدني معاك؟ فكرني بالهم يا اخي. انا ماشي. النهاية. أخيرا خلصت الرواية اللي هاخد فيها جايزة نوبل. اهلا وسهلا بيكم المختصر المفيد. اكون او لا اكون، معظمنا عارف الجمله دي او عارف مين اللي قالها او الكاتب اللي كتب الجمله دي. هاملت لويليام شكسبير، واحده من مسرحيات خالده للكاتب جنب روميو وجولييت وحلم ليله صيف، بس اميزهم هاملت اللي ترجمت لكل لغات العالم واتعملت مسرحيات وافلام واوبريتات للكبار وللصغيرين اصلا. وخد دي بقى، الاسد الملك معموله منها. كده انتوا عرفتوا قصه المسرحيه. اشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن. لا استنى، تعالى بس تعالى. دي مستوحاة عن المسرحية. تعالوا مع بعض نشوف المسرحية بتحكي عن ايه. هاملت أمير الدنمارك. بتبدأ المسرحية بمجموعة من الجنود على سور القلعة بيلاقوا شبح بيمشي بالليل، شبه الملك السابق ليهم، فبيبلغوا الأمير الابن علشان يجي يشوفه. بس قبل ما بيبلغوه بيطلبوا من هوراشيو صديقه المقرب ان يجي يشوف مين ده، وبيتاكد هوراشيو وبيقرروا انهم يبلغوه. على الناحيه الثانيه بنشوف هاملت في القصر مع عمه اللي بقى الملك واتجوز ام الملك السابق، ام هاملت. بيتكلم العم عن حزنه على اخوه اللي مات وبيبرر سبب سرعه الجواز علشان خاطر مسؤوليات الحكم، وبيطلبوا من هاملت انه يشيل الحزن ويشاركهم في الاحتفال بالتتويج. هاملت بيقول له ان فقدان الاب هو اللي مخليه حزين لكنه فرحان له. بيقابل هاملت هوراشيو اللي بيحكي له حكايه الشبح، وبيروح هاملت مكان السور بالليل وبيقابل الشبح. الشبح بياكد له ان ابوه وانه ما ماتش موته طبيعيه لكن ادسله السم من اخوه، وبيطلب من هاملت انه ينتقم لموت اخوه اللي قتله واتجوز الملكه ام هاملت. وهاملت بيقرر ان يخلي ده سر بينه وبين نفسه لحد ما يشوف هيعمل ايه. بنشوف بقى الناحيه الثانيه جوه القصر لايرتس فارس شجاع بيطلب من اخته اوفيليا ان هي ما تتغرش بجمال هاملت، وان هو لو معجب بيها هيتقدم لها، وبتقول له ما تقلقش على اختك وسافر فرنسا وهي هتعرف تتصرف. بيخش ابوهم بولونيوس وبيطلب من ابنه ان هو يخلي باله من السفر، وابنه بيطلب منه ان هو بما ان هو في البلاط الملكي يخلي باله على بنته من هاملت، وده لانه شايف اعجاب هاملت باوفيليا وشايف انها لو اتجوزته ده هيرفع من شأنه في البلاط الملكي. الملك كلاوديوس العم بيطلب من اصحاب هاملت اللي هو يعرفهم يعرفوا هو ليه حزين، هل بسبب ان هم سرعوا في الجواز ولا بسبب حزنه على والده. بيشوفوا هاملت وبيكتشف ان هو بقى شبه مجنون، بيهذب كلام غريب وبيطلب منهم ان هو عايز شويه ممثلين عشان عايزهم في موضوع مهم. زاد جنون هاملت والملك بقى متحير. بولونيوس ابو اوفيليا بيقول لهم ان ممكن تكون حبه لاوفيليا هو السبب، وبيطلب منهم ان هو يقابل اوفيليا ويشوفوا هما من بعيد ايه اللي ممكن يحصل. وفعلا هاملت بيقابل اوفيليا لكنه بيهاجمها بالكلام وبيسيبها ويمشي، وبيشوفوا من خلال ده ان جنونه زاد عن حده. كلاوديوس الملك مش مرتاح وحاسس ان في الامور امور، وبيقرر انه يبعته لانجلترا عشان يتخلص من جنونه. هاملت على الناحيه الثانيه بيقابل الممثلين وبيطلب منهم ان هم يعملوا مسرحيه قدام الملك هو عايزها بالظبط، وده عشان يتاكد من الحقيقه. وبيطلب من هوراشيو انه يراقب رد فعل عمه الملك على المشهد المسرحي اللي هيشوفه. المسرحيه عباره عن ملك قاعد في بستان وفجاه بينام وبيخش اخوه ويحط سم في ودانه والملك بيموت. طبعا الملك كلاوديوس بيغضب جدا وبيطلب وقف المسرحيه، وبيتاكد هاملت من شكوكه. امه بتطلب انها تقابله، وهو في الطريق بيقابل عمه في الكنيسه بيصلي، بيسمعه بيبكي وانه حاسس بالذنب
وبيفكر يقتله، لكن كمان بيفكر انه لو قتله وهو بيصلي ده معناه انه ممكن ربنا يغفر له وان هو مش عايز ده، عشان كده هيأجل انتقامه. بنشوف الام مع بولونيوس وبتكلمه وبتقول له ان هي عايزه تعرف الحقيقه، وبولونيوس بيقول لها ان هو هيسمع المواجهه مع هاملت من ورا ستاره. بيخش هاملت وبيواجه امه وبيقول لها ان عارف الحقيقه وان هي مشاركه عمه في الجريمه. طبعا الام مش مصدقاه ومش مصدقه الكلام اللي هو بيقوله تماما، وبيحس بصوت ورا الستاره وبيفتكر ان هو عمه وبيقرر ان هو يطعنه علشان يموته، لكن بيكتشف ان ده بولونيوس. طبعا الملك بيستغل الجريمه دي علشان خاطر هاملت امير محبوب في ان هو يبعته لانجلترا علشان يتخلص منه، ده اللي قاله الملك. لكن اللي دبره انه لما يوصل هناك ملك انجلترا يقتل هاملت. في نفس الوقت بيطلب فورتنبراس امير النرويج ان هو يعدي بجنوده من ارض الدنمارك، وده علشان عايز يحارب بولندا. وبيرجع لايرتس غاضب على موت ابوه وبيقابل اخته اللي اتجننت، وبياخده الملك ويقول له ان مش هو السبب في موت ابوه وانه عايز يساعده في الانتقام، بس يصبر لحد ما يعرف يعمل ده. هوراشيو بتجيله رساله من هاملت ان السفينه اللي كانوا رايحين بيها انجلترا اتعرضت للسرقه، وان القراصنه قرروا يعفوا عنه وراجع الدنمارك، وانه عرف من الخطاب المكتوب اللي كان بيدبره الملك ليه وانه راجع وعايزه يعرف انه راجع. وبيعرف الملك كلاوديوس ان هاملت راجع للدنمارك تاني، وبيقول للايرتس انه هيدبر بينه وبين هاملت مبارزه، وان سيف لايرتس هيبقى مدهون بالسم ومجرد لمسه منه هتقضي على هاملت. اوفيليا بتموت غرقانه بسبب جنونها، وهاملت وهوراشيو بيتمشوا في المقابر وبيلاقوا ان الحفره اللي معموله دي معموله عشان اوفيليا، وبيشوف الجنازه وبينزل الحفره وبيبكي عليها، ولايرتس بيواجهوا وبيتخانقوا مع بعض، لكن الملك بيعلن ان الموضوع ده يخلص بمبارزه بينهم، وبيزود في الخطه انه هيحط سم في الشراب بتاع هاملت علشان خاطر لو نجا من الطعن يلاقي حاجة تانية تقضي عليه، وبكده يبقى مفيش مفر من موته. أثناء المبارزة بيحصل تبادل للسيوف، وبيجرح هاملت لايرتس بالسيف المسموم وهو بينازع بيقول له الحقيقة واللي دبره عمه ليه. في نفس الوقت اللي كانت الأم بتشرب الشراب بتاع هاملت اللي فيه سم. وسط الغضب ده كله هاملت بيجري ويطعن الملك، بس كمان هاملت كانت جرح بالسيف اللي فيه سم، وهو بينازع بيطلب من هوراشيو إنه يحكي حكايته علشان الناس تعرف إيه اللي حصل هنا. بيدخل فورتنبراس القصر وبيعرف من هوراشيو كل اللي حصل، وبتبقى فيه جنازة مهيبة وعظيمة لهاملت. وبس كده، ايه بقى؟ عم بيقتل اخوه وبيتجوز الام، وامير عايز ينتقم بس متردد وخايف. قصة مأساوية بس عظيمة، حلاوتها في طريقة سردها وعمقها، ان في كل اوان ومكان في مأساة، لكن يمكن الحقيقة اللي مخليها عايشة لحد دلوقتي ان هاملت كان بيكتب ده للناس، بيوريهم ان الاغنياء عندهم مأساة وانهم بشر زيهم، وبكده يحسوا بالرضا عن حالهم. ويمكن طريقة حبكته للقصة هي العظيمة، طريقة وصفه للحياة والأحداث برضو يمكن، لكن اللي ما نختلفش عليه إن كل واحد هيقرأ هاملت هيشوفها بطريقة غير أي حد تاني وهيتأثر بيها، ومحدش عارف سر عظمتها إيه وليه لسه عايشة لحد دلوقتي، بس الكل أجمع على إن هي حلوة وحلاوتها محدش يعرف طعمها إيه زي التاني. حاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تقروها. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن.